اللي قدامنا ده سامح حسين، ممثل مصري بقى نجم شباك وليه أفلام من بطولته وأجره بقى بالملايين. استضافوه في برنامج وهو بيتكلم عن طفولته، قال بالحرف كده: أمي كانت كل ما بتروح عند حد من قرايبنا تقول لهم لو عندكم أكل فايض منكم بلاش ترموه، عشان عندي شوية فراخ بربيها والأكل ده هينفعهم. بس الحقيقة إن ما كانش فيه فراخ، كنا احنا الفراخ. أنا بقول ده وكل فخر. على فكرة والدتي رحمة الله عليها تقوم رايحة لقرايبي تقول لهم احنا مربين فراخ، فيقوموا مدينها بقايا أكل أو بقايا رز، بقايا مش عشان الفراخ، بس احنا الحقيقة كنا احنا الفراخ. متخيل هو بيحكي الكلام ده وهو نجم، عشان يقولك قد ايه هو عانى في البداية وإنه مش بيخجل من فقره. خبطت على كل البيبان طالما حلال وشريفة وعندي الحلم والأمل، فابتديت اشتغل فوعلي. أنا ظهري من تحت، الفقرات اللي تحت دي تعباني لغاية دلوقتي. قبل بقى المواتير والحاجات دي أقوم مطلع الرمل على الطوب لغاية لما ظهري وجعني. وكمان دور رمزي اللي عمله في راجل وست ستات، اللي عمل له شهرة واسعة وخلاه نجم بعد كده، ما كانش هيعمله والمخرج كان رافض أصلا وجوده. اللي عايز أقولهولك هنا: اوعى تفتكر إن الدنيا بتمشي كده بالصدفة، ده تدبير ربنا ليك عشان يعوضك، وخليك متأكد في عوض ربنا ليك، بس انت اجتهد واعمل اللي عليك. ومن صغري ولغاية دلوقتي أشيل اللي بيشتغل ده وهو محترم ويساعد أهله، أشيله فوق راسي، لأن حسيت بيه واليقين في الله إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هيطبطب عليا أكيد. حتى وأنا شغال هو ربنا بيطبطب عليا أصلا، مخليني حابب. لا اتمرمطت كتير. وكمان اوعى تفكر إن اللي هتتحرم منه ده شر ليك، ولا اللي هيتفرض عليك هيكون سبب شقائك. لا، تدبير أمرك ده بإيد ربنا. مهما حاول اللي حواليك يوقفوك أو يعطلوا مسيرتك، ثق وتأكد تماما إن الأمر كله بإيد ربنا، ومفيش حد هيقدر تماما يغير اللي ربنا كتبهولك. اجتهد واصبر وثق في ربنا، وهتحصد نتائج تعبك في يوم من الأيام. سلم أمرك لله.